لو شغال في مجال الكول سنتر او خدمة العملاء وبتعاني من العصبية الزيادة او الغضب والانفعال السريع، وده عامل لك مشكلة في مجال شغلك، يبقى انت كده في المكان الصح والفيديو ده ليك. لان في حلقة النهاردة ان شاء الله هقول لك على طريقة هتساعدك بشكل كبير جدا انك ازاي تقدر تتحكم في عواطفك وانفعالاتك وتخليك تسيطر على نفسك وقت المكالمة. فلو مهتم تعرف الطريقة خليك معنا بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وفيديو جديد وحلقة جديدة. كالعادة أنا معاكم عمرو رضوان، ودي قناتكم قناة رضوانيات، أول قناة متخصصة في مجال الكول سنتر وخدمة العملاء في مصر والوطن العربي كمان. وخليني أفكركم دايما إن احنا هنا على القناة بنقدم لك المعلومة بشكل سهل وبسيط بدون أي كلكعة أو تعقيد. ومن غير كلام كتير يلا ندخل في التفاصيل، ولكن في البداية صل على الحبيب قلبك يطيب. المعروف ان كل انسان مننا بيكون له قدرة بتختلف عن الاخر في قدرة احتماله وتعايشه مع المواقف. فهتلاقي على سبيل المثال في انسان بيقدر يتحمل لفترات طويلة ويتعايش مع الموقف وبالتالي بيقدر يتخطاه، ولكن على العكس في انسان تاني بتلاقيه سريع الانفعال سريع الغضب، ما بيقدرش اصلا انه يتحكم في عواطفه ولا احاسيسه. علشان كده يا صديقي العزيز، لو انت مهتم بمجال الكول سنتر او خدمة العملاء وعاوز تشتغل فيه ويكون ليك شأن ان شاء الله وتنجح فيه بسرعة، لازم ازاي تعرف تتحكم في عواطفك واحاسيسك وتسيطر على الموقف اللي انت بتكون فيه، عشان كمان ما يأثرش بشكل سلبي على مجريات المكالمة اللي بتتم ما بينك كموظف وما بين العميل، او حتى كمان يكون لها تأثير على طريقة كلامك ومخارج الحروف، واللي طبيعي طبعا بيأثر على تجربة العميل معاك انت شخصيا كموظف ومع الشركة ككل. ومن هنا يا صديقي العزيز خليني اقول لك انك خلاص لو دخلت المجال وبقيت واحد من الناس اللي شغالين فيه، وفي موقف معين بينك وبين عميل لقيت نفسك هتتعصب، هتنفعل، هتخش مثلا في نوبة غضب، بينك وبين نفسك كده خد نفس عميق، اهدى، استعيد السيطرة على نفسك مستعين بالخطوات في الطريقة او الاستراتيجية اللي هقول لك عليها النهاردة، وهي calm. وهي كلمة مكونة من 4 حروف، وكالعادة كل حرف منهم بيعبر عن خطوة مهمة جدا لو انت عملتها هتساعدك بشكل كبير جدا انك تستعيد السيطرة على نفسك، تستعيد السيطرة على الموقف اللي انت فيه، تتحكم في انفعالاتك وتصرفاتك في المكالمة. فيلا بينا كده من غير كلام كتير نخش في تفاصيل كل حرف بكل خطوة بكل تفصيلة تخص الخطوة دي. وأول حرف هنتكلم عليه يا صديقي في حلقتنا النهاردة هو حرف السي، وهي بتعبر عن خطوة مهمة جدا وهي change your perspective، أو بمعنى تاني put yourself in their shoes. يعني يا صديقي لو هنيجي نترجم الجملتين دول معناها انك محتاج تغير وجهة نظرك للأمور، بمعنى انك هتحط نفسك مكان العميل، هتبدل الأدوار وتغير الكراسي عشان تقدر تحكم على الموقف اللي انت فيه بشكل سليم بدون أي تعصب بدون أي غضب، وبالتالي هتقدر فعلا تقدر تسيطر على الموقف ده بشكل بروفيشنال بشكل احترافي، هيساعدك بشكل كبير جدا انك تلبي طلبات واحتياجات العميل وتحتويه كمان، وتقدر تساعده بشكل كبير جدا بدون اي افتراضات على الامر. ليه؟ لانك انت بدلت الكراسي وحطيت نفسك مكان العميل. فالطريقة اللي انت هتكون حابب انك الشخص ده بعد ما بدلت الادوار يعاملك بيها، انت هتبتدي بيها تعامل العميل، وبالتالي دي اول خطوة وهي اول خطوة مهمة جدا change your perspective. وتاني حرف معانا يا صديقي العزيز هو حرف ال A، وبيعبر عن خطوة تانية مهمة جدا وهي adjust your attitude. بمعنى يا صديقي العزيز انك محتاج تعيد ضبط سلوكك وطريقتك في الكلام مع العميل، محتاج انك تتكلم بطريقة فيها ودية اكتر بعيد عن الفورمال او الطريقة الرسمية، محتاج انك تتعاطف مع العميل في الموقف اللي بيكلمك فيه، اذا كان فرح هيبقى فرح، واذا كان مثلا تعازي فانت محتاج تعزي العميل، محتاج تحسس العميل انك فعلا مهتم بمشكلته ومتأثر بيها كمان، وانك مستعد وقاعد ومستنيه عشان تحل مشكلته. عشان كده adjust your attitude في تعاملك مع العميل، ودي خطوة تانية هتساعدك في انك تقدر تتحكم في انفعالاتك وعواطفك وسلوكك مع العميل. وتالت حرف معانا هو حرف ال L، وبيعبر عن الخطوة الثالثة والمهمة وتكاد تكون الأهم، وهي listen to their concerns. بمعنى أصح يا صديقي العزيز
فوكس وخليك مركز دايما في شكوى او طلب او استفسار العميل بيكلمك عشانه، وبالتالي انت حضرتك هتكون مركز بشكل كبير جدا في اجابتك ليه، وانك تقدر توصل له المعلومه بشكل سليم ما فيهوش اي نوع من انواع الاخطاء، لانك من البدايه مركز وبتستمع ليه وحاطط ايدك على النقاط المهمه زي ما اكدنا مع بعض من شويه. لو شكوى فانت عرفت تفاصيلها وهتبتدي انك تتعامل معاها، لو طلب فانت عرفته خلاص هتبتدي تنفذه بشكل سليم بدون اي اخطاء، ولو معلومه انت هترد عليها بالشكل السليم بدون اي اخطاء. وده الهدف من مكالمه العميل لك في النهايه، وهو انك تكون مستمع جيد ليه وتقدر تلبي احتياجاته في خلال المكالمه. وده كان الحرف الثالث وهو listen. ونروح مع بعض للحرف الرابع من كلمة calm وهو حرف الام، وهو بيعبر عن الخطوة الرابعة والأخيرة وهو move to resolution. بمعنى يا صديقي العزيز في النهاية بعد ما عملت الثلاث خطوات اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية، لابد عليك انك تروح للخطوة الرابعة والمهمة جدا، وهي انك تروح لحل المشكلة. خلي مكالمتك دايما في اتجاه انك موجود عشان تحل للعميل مشكلته، وده الاحساس اللي يوصل للعميل عشان هو يقدر يتجاوب معاك ويتقبل الكلام اللي انت بتقوله. خلي كلامك دايما رايح ناحية الإيجابية، بعيد جدا عن أي حاجة سلبية ممكن تأثر على طبيعة المكالمة بتاعتك إن شاء الله. ولو حضرتك اتبعت الطريقة أو الاستراتيجية اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي وهي قالم، صدقني إنها بشكل كبير جدا هتساعدك إنك تقدر تتحكم في أعصابك، تتحكم في انفعالاتك، تقدر تسيطر على الموقف كله، وتقدر تطلع من المكالمة دي وين وين سيتويشن. العميل كسبان انه خد الحاجه او المعلومه او الشكوى او ايا كان سبب اتصاله وهو راضي عن المكالمه وراضي عنك انت شخصيا، وانت كمان طلعت كسبان انك كسبت موقف معين اتعلمت منه وقدرت انك تسيطر عليه. وده اللي هيساعدك بشكل كبير جدا في المواقف الشبيهه ليها في مكالماتك مع العملاء، وبرضه اللي هتساعدك بشكل كبير جدا انك تكمل طريق الاحترافيه وانك تكون لك شأن في المجال ده ان شاء الله. وبكده يكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اللي اتمنى من الله عز وجل ان يكون وفقت ان اقدر اوصل لك معلومه وحاجه تساعدك في المجال ان شاء الله وتحطك على الطريق الصح. وكالعاده يا صديقي العزيز لو استفدت من الفيديو ولو بمعلومه صغيره، اولا اتاكد انك عملت لايك للفيديو لان ده بيساعدنا على الاستمرار في تقديم المحتوى ليك وبيشجعنا دايما ودايما. وتاني حاجه اعمل شير الفيديو ده مع كل واحد حابب انه يستفاد من المعلومه اللي موجوده في الفيديو ان شاء الله. ولو حابب تدعمنا اكتر سجل اشتراكك في القناه وفعل الجرس على اشعارات الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد هنقدمه ان شاء الله. استنوني في الحلقه اللي جايه. سلام.